السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة مع في برنامجكم المفضل مع عبد الخالق عبد الجزار. في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف. عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وإن شاء الله العام القادم خلافة إسلامية لجميع الدول المسلمة. اليوم سأتكلم كما تعودت معي على تفسير خطابات عبد الفتاح السيسي المبهمة الجاسوسية. ما هو كما تعود على الجاسوسية مثلما كان في بريطانيا، كما علموه في بريطانيا، فهو يتحدث دائما بلغة الجاسوسية. في البداية أحب أن أنوه لكم صدق توقعاتي، وهذا بفضل الله وحده وعليه فقط. ونحمد الله، أحمد الله على ما حباني به من بصيرة وما زادني به من علم استبصار، والذي هو موجود عند جميع الأناس لكنه يتفاوت. اللهم لك الحمد والشكر. وبعلم وتمحيص واستبصار توقعت أنه في مقطعي اللي هو باسم صراعات البرلمان وأكذوبة انشقاقات الإخوان فقد توقعت أنه سوف يخرج علينا عبد الفتاح السيسي في بداية يناير يقول سأتنحى، وينتظر من يقول له لا تتنحى، ولكن سيرد الناس إن شاء الله يقولوا بسرعة تنحى. وهو ما قاله اليوم عبد الفتاح السيسي في خطابه بمناسبة المولد النبوي في وزارة الأوقاف. ده ما قال: أنا مش هستنى إن الناس تنزل، وأول ما ينزلوا أنا على طول هتنحى وهسيب الحكم وكده. وهو كاذب وتعودنا عليه كاذبا، وهو يقول هذا ليقوم بلعبة دنيئة مثلما أنا أتوقع، خوفا من 25 يناير القادم، حتى يثبط من همم الناس ويجذب تعاطفهم. ثانيا يعني كان النهاردة عبد الفتاح السيسي كان يتألق، والغريب أن أحمد الطيب والمشايخ ابن السلطان يومئون برؤوسهم يصيبونك بحزن شديد. هو يقول كلام كفر باين. سمع واحد بيقول لي كفر ازاي؟ انا اقول لك كفر ازاي. ربنا سبحانه وتعالى المتعالى الحنان المنان البديع السماوات والأرض يقول في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لنا للمسلمين: إن الدين عند الله الإسلام. عبد الفتاح السيسي يقول لنا اليوم أن الله خلقنا وخلق جميع هذه الأديان، الإسلام والمسيحية واليهود، ليعيشوا مع بعض. ما هذا؟ خسئت ولو عنت في كل كتاب، خسئت ولا عنت في كل كتاب. يا سيساوي يحكمنا كافر ويلعب بالمشاعر. اسمع مني أيضا، أضحكني جدا سبحان الله، استغفر الله. أضحكني جدا عندما كان يقول ويجب أن نجدد الخطاب الديني وحتى تكون هناك، ونحن لسنا أمة واحدة، وهناك معهد للدعاء، فهل هؤلاء الدعاء سيخرجون حافظون أم سيجددوا الخطاب الديني؟ ويستشهد في ذلك يقول أننا لن نعيش وحدنا، يعيد نفس الكلام مرة أخرى حتى يغازل الغرب ويغازل الملحدين ويغازل الصليبيين بأن الإسلام لا بد أن لا يفكر في فكرة الجهاد أبدا، وأن يكون خاضع أو قانع، ومثله مثل اليهودي مثل المسيحي لا فرق. ويستشهد للأسف بكلام أيضا من كلام الله ويقول
اللي هي لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هو يقصد ايه؟ او من كتب له هذه الكلمة هو وقع هذه الآية، هو يوقعه في شر أعماله. هو لا يدري، هو يعتقد أن كل من يسمعه سيساويون ولا يعرفون القرآن ولا يفهمونه ولا يفسرونه. لذلك فاقتصوا هذه الجملة من الآية في قرآن الله حتى يستشهدوا بأنه الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة إسلام وأمة يهود وأمة مسيحيون ونحن نعيش مع بعض وكلنا سواء. ولكن في حقيقة الأمر قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن خلي بالك بقى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أقول تاني الآية في كتاب الله العزيز الكريم الرحيم، يقول سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هو هنا بقى معنى الآية طبعا مفهوم، هم اقتصوا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بس. ماشي، ما احنا عارفين ربنا مش قالنا احنا مش أمة واحدة فعلا، مش احنا اللي عايشين، بس احنا في ربنا مقسم اللي يهديه واللي هيضله، اللي هيهديه واللي هيضله. وربنا أمرنا بمقاتلة الكافرين ومقاتلة الذين يحاربوننا في ديننا. ثانيا التوقع، وأحسب أن هذا علم من عند الله وأنا لا أقول أنا ساحر ولا، اللهم لك الحمد والشكر، هي من عند الله ولله. عندما أتوقع شيء ويحدث فيكون هو من الله ولله في الله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحانه وتعالى قال كده. المهم التوقع القادم بأن هناك سعي من عبد الفتاح السيسي في بث الفتنة الطائفية في مصر مرة أخرى. أقول تاني التوقع القادم هو تفجيرات في أعياد الكريسماس في مصر. أقول تاني، ستذكرون ما سأقوله لكم إلا إذا شاهدني من يشاهدني ويوصل كلامي ما أقوله الآن إلى أمن الدولة أو للمعلومات أو استخبارية أو وفعلوا ضده. لكن توقعي مثلما توقعت أشياء كثيرة جدا جدا بأنه ستحدث انفجارات في أعياد الكريسماس القادمة، وذلك لجذب تأييد النصارى في مصر داخليا وخارجيا حتى تصير فتنة طائفية بين الشعب، بين من يريدون أن يقوموا بثورة ومن لا يريدون، وأن خطة حبيب العدلي تدرس الآن مرة أخرى، ألا وهي شكوى من بعض الشرطة، رجال الشرطة، وشكوى من رجال الجيش، ويقولون أن هناك منا سيموت كثيرون. لذلك نريد أن يكون الشعب مع الشعب ولا يصاب الشرطة والجيش مرة أخرى. خلوا بالكم، يعني أنت في مولد النبوي الشريف، في وزارة الأوقاف، في صرح من الشيوخ، وخلي بالك لو انت خليت بالك يا اللي كنت بتتفرج وذكي، يعني الحريم قاعد بسايب شعره ومفيش مشكلة خالص. هو ده الإسلام المعتدل اللي أحمد الطيب والناس دول الشيوخ عايزين. وتيجي انت في التوقيت ده وتقول وما ننساش إخواتنا المسيحيين. يا سلام على الوحدة الوطنية.
في التوقيت ده بالذات بدون ما ننساش اخواتنا المصريين، وكلنا واحد وكلنا شعب. كلكم شعب ازاي يا كلب؟ الان يقول كلنا شعب ومش عايزين ندخلوا الله ياخد اللي فرقنا. احنا اللي فرقنا ولا انتوا اللي فرقتوا؟ اعلامكم فرق وطلع يقول احنا شعب واحنا شعب وانتوا شعب. دي نقطة. مين اللي فرق؟ مين اللي فرق؟ قول لي يا عبد الفتاح السيسي، مين اللي فرق؟ قول لي يا سيساوي يا بهيم، يا سيساوي يا غبي يا كلب يا عبيط يا هبل يا ابو ريالة يا جبان، يا سيساوي يا جبان، يا اللي عايز بس يعني معلش سوري يعني تعمل العلاقات الزوجية وخلاص، او وتاكل وتنام وتشرب بس، هو ده حياتك، هو ده اخرك. اعذروني يا جماعة الخير يا جماعة الخير، بس معلش لازم، هو ده اخرك. اخرك عشان تساوي واحد زي نفسك بيه، او تساوي نفسك بواحد مثلا حر وبيدافع عن دينه وبيدافع عن كرامته وعن حريته وكده، وتتريق عليه وتتمسخر عليه لانك انت كلب بهيمة كالانعام او اضل سبيل. انت كالانعام او اضل سبيل، كالانعام او اضل سبيل. تاكل وتنام وتعمل علاقتك الزوجية وخلاص، لكن تتكلم في كلمة حق وتفكر لدينك، تفكر في نصرتك، تفكر في حريتك، في كرامتك، في عيشة اقتصادية مظبوطة، في لأولادك، لمستقبل أفضل، لخلافة إسلامية، لسماع كلام الله، لقول الله. لا، مفيش الكلام. أنت تاكل وتشرب وتنام وتاخد على قفاك من الجيش والشرطة المهم، كل ما سردته يؤكد لنا شيئا واحدا، ألا وهو أن النظام السيساوي يرتعد خوفا كما قلنا من قبل، وأن ثورتكم القادمة إن شاء الله لن تبقي ولن تذر. وأكرر، هي مشكلة ليست إخوان ولا سلفي ولا علماني ولا أي، هي إسلامية. ومشكلتنا ليست مع شخص واحد، ليست مع عبد الفتاح السيسي فقط، وإنما مع منظومة عسكرية متكاملة، مع مجلس عسكري كامل، مع قيادات جيش كاملة، مع قيادات شرطة كاملة، مع قيادات مؤسسات حكومية كاملة. ممكن أن يقتل عبد الفتاح السيسي، ممكن احتمالات كثر أن يصفيه الجيش مثلا ويؤتي بصدق صبحي باللواء العصار بأي كلب منهم، يعني محمود حجازي بأي كلب، يبقى نفس الوضع ويستمر الوضع. ما هو حسني مبارك راح وجه السيسي، ما هو نفس الوضع بل أشد تنكيلا. لذلك يجب أن تكون هناك تحديد، ألا وهي أنها ثورة إسلامية. لذلك أنا أقول في أن خطاب وركز أن عبد الفتاح السيسي ركز على مجموعة أشياء في هذا الخطاب. هذا مولد نبوي. من يخلط الدين بالسياسة الآن؟ من يخلط الدين بالسياسة؟ هو المفروض يعني هذا أنا لا أعترض في خلط الدين بالسياسة، لكن خلينا نقول مثلا إيه، أوكي مع العلمانيين، لكن أنتم من تخلطون الدين بالسياسة ونحن سنخلطه أيضا، بس أنتم تخلطونه بالباطل ونحن نخلطه بالحق، لأن الله أمرنا بذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس طبعا العمل بس هو الأساس إيه؟ العبادة بإيه؟ بإنك أنت تسمع كلام ربنا، تسمع كلام ربنا في كل أفعالك. لما تسمع كلام ربنا في كل أفعالك يبقى لازم إن الدين هيدخل جوه السياسة، ويدخل جوه الاقتصاد، ويدخل جوه الاجتماع، ويدخل جوه الثقافة، ويدخل جوه كل شيء. بسيط يعني، أصلا مش بالعقل. لكن لا تقول بقى المفروض الإنسان ما يكونش علماني لكن الدولة تكون علمانية لأن الدولة فيها كذا وكذا وكذا. ما هو أصول إن الدولة أصلا ما تبقاش دولة أصلا خالص كده بالمنظومة بتاعتكم، ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا مدنية ولا عسكرية. المفروض تكون دولة إسلامية على منهاج النبوة. هنشوف بقى النبوة قالت إيه، والخلافة كانت إيه، والرسول كان إيه، وسيدنا عمر قال إيه، وأبو بكر عمل إيه، وعثمان عمل إيه، وعلي يعني وهكذا، وعمر بن عبد العزيز عمل إيه. بس موضوع بسيط. ولا هذا أو لا نصنف أنفسنا كدولة إسلامية. لا تصنفي نفسك يا سعودية كدولة إسلامية،
طالما لا تطبقي شريعة الإسلام ولا تطبقي كما فعل الرسول والصحابة والخلفاء وكمصر أكيد يعني عادي جدا، ده هذا الطبيعي، هذا الطبيعي. لا، صح ولا غلط؟ متضحكش على بعض يا جماعة، خلاص يعني. يا جماعة ارحموا الجيل اللي جاي، ارحموا الجيل الجاي. الجيل بتاعنا يمكن لحق ناس طيبين شوية، لحق ناس بتفهم في دينها، لحق ناس بتحفظ دينها علموه، والله ما لك الحمد والشكر. لكن الجيل اللي جاي ده، الجيل اللي جاي ده جيل ايه؟ جيل لا عنده لا انتماء ولا هوية ولا عنده اسلام، ولا هتلاقيه حافظ حديث، وبالكاد تلاقيه حافظ آية قرآن. حرام، حرام. اتقوا الله في أولادكم، في أنفسكم أولا. لذلك يا جماعة الخير، فإن عبد الفتاح السيسي في هذه اللحظة ينهار عندما خرج للشعب، فكانت له رسائل كبيرة جدا للشعب ولخارج الشعب، للدول والدول الغربية، وهدد الشعب ويقول أن الناس لو خرجوا عليه ستكون مثل سوريا، وفي دول مش هترجع تاني. وطريقته يعني يا جماعة والله العظيم يعني عربجي، طريقته النهاردة تحس ان هو واحد يعني بتاع موز. يقولك ازاي انا مش عارف، المرة دي ما عملش كده، يعني النهاردة كان بيعمل كده، مش عارف والله بيعمل ازاي. انا بجيب للمصريين من الاخر ايه يا عبد الفتاح، بتجيب لنا من الاخر ازاي؟ يعني احنا بنفاصل، بيحسسك انه واقف يعني على فرش جزم، بيحسسك انه واقف على ناصية جزم. يقول لك انا بجيب للمصريين من الاخر. ايه يا عم، انت كنت شغال في العباسي ولا في سوق الجمعة؟ ايه يا عم الحاج شغل الفراش ده في ايه يا جماعة؟ ما تهدى كده لا 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 الله. يقول لك يعني عايز يهدف انه يخوف المصريين ستحدث كما حدث الدول، ومش عارف ايه اللي هيحصل للدول دي، وعندي يقين انها ممكن ترجع. ويا عم فوق بس، ايه ما تفهمش منه اي حاجه. الجزئيه الجامده جدا 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 لما اتكلم على البرلمان، اراهن يعني انا اتمنى ان الجميع يكون اخد باله، يعني دي امنيتنا يا جماعه، لان في بعض الافاضل يعني وبعض الناس مع احترامي يعني ممكن يكون معايا انا عبد الخالق، بتكلم عن نفسي انا دلوقتي، ممكن بعض الناس يكون معاك في نفس الاراء وكده، بس ما يعني هل هناك حقد؟ ما تعرفش. هل الضغينه دي طلعها ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عارف كل واحد على ايه، دي نقطه. رقم اتنين، كل واحد عارف نفسه على ايه، وعارف مين اللي اعلى منه ومين اللي مش اعلى منه في العلم. انا اتكلم عن العلم، لان العلو في العلم، العلو في العلم ليس العلو في المال، لان العلو في العلم ليس العلو في المال. فانا لا اتكبر على احد، واتمنى ان الجميع يكون يعرف ما انا اقتبسه من السياسة ومما يدور حولنا. المهم، هل لاحظتم عندما تكلم عن مجلس البرلمان ماذا تكلم؟ تكلم عن جزئية مهمة جدا 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 جدا، وكان كلامه موجه مخصوص إلى من يعارضوه سيف اليزل، ومن يعارض سيف اليزل، ومن يعارض ائتلاف دعم الدولة، لأن المصريين الأحرار انزلق منه، ومدري مين انزلق منه، وبعض من مرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومدري ايش ضد سيف اليزل، فأصبح سيف اليزل معه شعبية قليلة. فيقول عبد الفتاح السيسي، خلي بالكم، كان كل حاجة النهاردة عنده التجديد، حتى غيراته الداخلية أعتقد حاسس كده إنه كان مجددها النهاردة، تجديد الخطاب الديني، تجديد اللي مش عارف ايه، تجديد. يقول لك يا جماعة ما بيتكلم على مجلس الشعب، خلي بالك عشان نفسر لك الكلام اللي أنا بقوله ده. الكلام ده يا جماعة بفلوس، اسمعوا واو، كل مرة نقول لكم انتوا خلوا بالكم، وحاول تعمل شير للمقطع في كل مكان عشان الناس كلها تسمع.
واللي عارف يقول اللي معرفش، واللي عارف يفتكر، وانا فاكر بذكركم بس مش اكتر. انا مش بقول انا علامة واني لا، لان انا هي لله بس مش اكتر يعني. لا شهرة ولا حد بيعطيني فلوس بفضل الله، ولا محتاج اي حاجة منها. لكن في حاجات كده ده واجب عليا. انا ببرأ ذمتي دلوقتي، اللي انا بقوله دلوقتي ببرأ تبرئة ذمتي امام الله، واضعف الايمان ما افعله الان. يعني انا لو اقول انا بطل، المفروض انا اكون دلوقتي على الحدود مع اسرائيل وبحارب. هذا رقم واحد، ده المفروض يعني. ده لو جينا نبص يعني لو جينا نتكلم ان هذا ده واجبي انا ايه. لكن ربنا مش موفقني لكده، فانا بحارب اللي منعني عن كده، واللي هو عبد الفتاح السيسي وشاكلته وحكام العرب، التوغيط، نصرة الدين المهم. يتحدث عبد الفتاح السيسي عن البرلمان ويقول: يا جماعة الخير، لا تنظروا إلى كل شيء. يعني بيقول ما في معناه، يعني ما تبصوش لحاجات على زي القديمة. يعني أقصد ما تبصوش على ائتلاف سيف اليزل على إنه حزب وطني. ويا جماعة اللي موجود في مجلس الشعب ده معاك مش ضدك. يقصد إن الموجود في مجلس الشعب ده يا مرتضى يا توفيق يا نجيب سويرس يا مصريين يا أحرار يا مصر المستقبل. عايز يقصد يقول لهم: يا جماعة الخير، دول زيكم برضه، انتوا كفرة وهم كفرة. ايوه انتوا كفرة وانا كفرة، فهو معاك ومش ضدك. اللي ضدنا بقى اهل الشر. يقعد يعمل لك ايه اللي بيعمله ده مش عارف والله. الله لا ابتلينا، الله لا تبتلينا يا رب، لا انا ولا انت. فخدتوا بالكم من خطابه خوف من البرلمان بدأت تتزايد، فبيحاول يمتص غضب المستقلين ويحاول يجمعهم. خوف من الثورة، ويحاول تثبيط من همم الشباب بقوله أننا سنصبح مثل بعض الدول التي في مشكلة وهكذا وهكذا. إن شاء الله لن يحدث، وسنقوم بثورتنا أيضا ولن يحدث ذلك. ثالثا، اللعبة الدنيئة حتى يكسب تعاطف البعض ويقول: أنا سأذهب وسأتنحى بسرعة تنحى. أنا عبد الخالق الزار رقم واحد بقول لك بعيدها تاني زي ما توقعت إن أنت تعمل كده في بداية يناير أهو. فأنا بقول لك بسرعة تنحى. رابعا، بطريقة بغيضة يحاول أن يستعطف المسيحيون ويحذرهم ويذكرهم بما حدث من تفجيرات للكنيسة حتى يخافوا. كل هذا. سادسا، يحاول بمغازلة الغرب الصليبيين ومغازلة الملحدين وكلام الملحدين ومغازلة الشيعة، ونحن 3 أديان ويجب أن نعيش مع بعض كأمم مع بعض. كل هذا أحب أن أوجهها لك يا سيساوي يا غبي. وأنا لا أحدث الأحرار الآن. الأحرار أنا متأكد 1,000,000% أنهم معظمهم قد أخذ باله من كل هذه الأفكار والكلام الذي أنا قلته. لكن أنا أوجه للسيساوي والحماير، وأنا متأكد 1,000,000% أن 90% من السيساويون لم يأخذوا بالهم من كل ما أنا قلته، وأن كل ما أخذ باله منه بأنه يدعو إلى الوحدة، والعكس صحيح، هو يدعو إلى التفرقة ويدعو المصريين الشعب المصري الواحد لمحاربة بعضهم البعض. وأكرر وأذكر بأنه هناك سوف تكون، أنا لا أتمنى ذلك حقيقي، لكن أنا عمرو ستانلي، خلي بالكم، أنا بقول أهو، وبقولها لكل المصريين. أيوة، زي ما محمد ناصر عنده عمرو ستانلي، كلنا، أنا بقول أهو، كلنا لازم يبقى عندنا عمرو ستانلي. انا هعمل شبكة طرق كده، انا عارف انا بقول ايه، ولا انت عارف بتقول ايه يا فتاح يا سيسي، ولا انت فاهم اي حاجة ولا في اي حاجة في دنيتك، وماشي كده مودينا في نصيبة، ومودي الاسلام في داهية، ومودي العرب في داهية، ومتخلف، وملكش حل غير ان انت تسافر يا ابني
انت حد يطبطب على عبد الفتاح يقول له يا عم الحاج ويوديه يوصله كده لحد اسرائيل عند خلانه يا عم ويقعد وخلاص. نشوف بقى احنا حالنا بقى واسلامنا بقى. انت قاعد في وسطنا ليه؟ المهم عمرو بتاع ستانلي فكرني بيقول لي ان المخابرات ستقوم بملاعبة ومغازلة نجيب ساويرس والمسيحيون وأمريكا لكسب ودهم، وذلك عن طريق تفجيرات مخابراتية للكنائس في أعياد الميلاد. واذكروا ما أقول لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. وصلوا على الحبيب، صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى أزواجه وذريته جميعا سلم تسليما. ودمتم في رعاية الله، ودمتم أحرار ثوار مكملين حتى آخر نفس لإعلاء كلمة الله. وتذكروا هي لا إخوانية ولا سلفية ولا وطنية ولا ديمقراطية، هي إسلامية إسلامية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله.